لو انت في قاع بؤس حياتك، يبقى اللي جاي ان شاء الله فرج من ربنا. وهفكرك ان عامل حزن عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كان بعد 10 سنين او 11 سنة من كم من الحروب والإيذاء من قريش ليه، تموت السيدة خديجة رفيقة عمره، ويموت عمه أبو طالب اللي كان بيساعده ويحميه، وتسمى عامل حزن من شدة حزن النبي. عامل الحزن ده كان بعديه معراج سيدنا رسول الله فوق السماوات السبع. فلو انت في عام حزنك دلوقتي، يبقى معراجك قرب، وافتكر ربك بيقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. السلام عليكم. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا بقى بدون مقدمات، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو لسه كده حبيبة قلبي بتشوفوا قناتي لأول مرة، أنا زوزو. بعمل معاكي بقى كده روتينات وصفات وفلوجات. بنعمل روتيننا اليومي العادي جدا، بنشجع بعض ونحفز بعض. فطبعا أكون شاكرة ليكي جدا لو اشتركت معايا كده في القناة وفعلت الجرس على الكل، علشان كل ما انزل فيديو يجيلك اشعار بيه وتتفرج عليه. طبعا بقى حبايب قلبي الجداد اللي دخلوا معايا القناة، انتوا على راسي وشرف ليا والله العظيم وجودكم معايا. اما حبيب قلبي اللي معايا من زمان، دول طبعا اخواتي واصحاب مكان. بصوا بقى يا ست البنات، فيديو النهاردة حلو جدا، كله نشاط وتحفيز كده، كله طاقة وامل وحب في الله، يا احن واطيب واجمل خلق الله. صحينا اليوم كده، بدأنا يومنا. طبعا ده يعتبر اول روتين من بعد العيد على طول. اسفة طبعا اني منزلش معاكم فيديوهات على طول، بس والله العظيم مفيش طاقة خالص لتصوير ومفيش اي حاجة. يعني الواحد عايزة اقول لكم، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل وكفى على اللي هم بيعملوه في اخواتنا. وكل ما بنفتح كده التليفون فبنشوف مناظر تخلي الواحد اصلا ملوش نفس من الدنيا واللي فيها. بس مفيش في ايدنا حاجة غير ان احنا ندعي لهم. وطبعا انتوا اكيد فاهمين بتكلم عن اخواتنا. ربنا يعفو عنهم يا رب، وتجعل دي اخر ايام الاحزان بالنسبة لهم، اللهم امين يا رب العالمين. روتين النهارده بقى يا ست البنات حلو جدا، بس قبل ما نبدأه كده تعالوا نصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. وبما إن هو حبيبة الروتين، اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. طبعا بقى ده يعتبر أول روتين بعد العيد على طول. ما صورتش معاكم اي حاجة والله العظيم، بجد ما فيش طاقة ولا في نفس ان انا افتح الكاميرا واصور اي حاجة. بس المهم، ورانا شغل ورانا قناة واكل عيش فعايزين نشوف شغلنا. المهم حبيبة قلبي، اليومين اللي فاتوا طبعا وكان يوم العيد عامة، كان الجو تراب. بصوا ما اقدرش اقول لكم، انا عندي في المكان ده بالذات دي فتحة المسقط. المكان ده فمنه يعني منه للسما على طول، في مكان كده حديد، وده يعتبر المسقط اللي في المطبخ. خلاص، عايزه اقول لكم بقى كميه تراب لقيتها على الرخام بتاع المطبخ. على فكره انا نظفت المطبخ ده يعني كتير، يعني ده يعتبر ربع يوم او خامس يوم بعد العيد، فاللي هو ايه، لا مسحته غير التصوير كتير قبل كده. بس قلت لا بقى اعمل معاكم روتين كده واقول لكم ان انتوا وحشتوني، ونصور مع بعض كده ونشجع بعض. تمام، شلت كل حاجة وغسلت الرخامة، وهنا كمان المكان ده بحط فيه برضو زي ما انتوا شايفين الصواني الاطباق. برضو شلت كل حاجة ومسحت الدنيا حواليها. وطبعا بقى كان اليوم ده بالنسبة لي، طبعا زي ما انتوا عارفين المدارس طبعا بقى في دوام، والمدارس يعني فتحت وكده والولاد بقى بيصحوا بدري يروحوا مدارسهم وكده. عايزه اقول لكم بقى ان من بعد العيد لغايه اليوم اللي احنا بكلمكم فيه ده، اللي هو احنا مقضينها فاهمين يعني. آه مكرونه وبيض، بيض ويعني بصوا كلها كده ايه، اكل ما طبخناش حاجه دسمه كده بقى وحاجه يعني تفتح النفس. طبعا بقى خارجين من رمضان زهقانين لحوم وفراخ وحاجات من دي، فاللي هو اي نعم خدنا ودنة كبيرة جدا، ما عملتش لا والله الصراحة.
فالمهم ايه، قلت كانوا ولادي طالبين فراخ مشوية، فقلت لهم تمام احنا هنجيب فراخ تمام، بس ايه هنعملها بطريقة حلوة كده، وفي نفس الوقت برضو هنعين منها جزء نعمله مشوي برضو بعدها بيوم او 2 كده. المهم عايزة اقولك حبيبة قلبي، ممكن ان انت من فرخة واحدة تكفيكي بدل اليوم 3 ايام. هتقولي ازاي يا زوزو؟ تعالى اقولك ازاي. جبت فرخة كده وطبعا وريشتها، حطيت لها مية تسخن نقعتها حلو جدا، شوية دقيق. على فكرة اللي في المية ده بهارات كانت محطوطة على الدقيق. الدقيق ده كنت انا متبلاه خلاص، يعني ده فلفل اسود وبهارات. وجبت كمان طماطمايه كده ومسكتها بايدي، فعصتها حلو قوي في المية، بتحوش ريحة الزفارة جدا، ما بتخليش فيها ريحة اي زفارة. طبعا بقى خارجين من العيد صراحة، يعني الليمون بتاعي خلص، ما كانش فيه سوق بقى بعد العيد، فما كانش فيه ليمون عندي. حطيت معلقة خل كده والطماطمية دي وشوية دقيق على المية وشوية ملح، بسم الله ما شاء الله، ما كانش فيه ريحة اي زفرة خالص. طبعا خلصت تنظيف وظبطت الدنيا، وقلت بقى ايه انضف الحوض بتاعي. المهم كان عندي كيسة كده، فاكرين لما كنت بقول لكم تعالوا نشيل مثلا لو فرخة نشيل منها دبوسة، لو فرخة نشيل منها كتف كده، جناحين، مش عارفة ايه. كان عندي في الفريزر كده يعني كذا جناح كده بالكتف بتاعه، يعني حوالي 3 أو 4. المهم قلت انا هعمل ايه، صينية بطاطس، وهعمل للولاد شوية شوربة لسان عصفور، وعمل لهم شوية رز بشعرية. فالمهم انا عاوزة الوجبة دي تكفيني 3 ايام. خلاص هوريكم دلوقتي هتكفيني 3 ايام ازاي ان شاء الله، وطبعا وبفضل الله. ودايما لما يكون عندك اكل بتحس ان انت بصي مزاجك ده رايق، يعني ما فيش وراك اي حاجة. فلما انت تيجي تعملي حاجة زي دي، حاولي ان انت ايه يعني تعملي حسابك وتكتري يكفيكي يوم او 2. طيب انا ولادي يا زوزو مش بيحبوا الاكل البايت، لا اعملي النهارده مثلا وعيني الاكل ده في التلاجة يوم، وتاني يوم خرجيه سخنيه وجهزيه، او اعملي مثلا عليه حاجة تانية مختلفة غير اللي انت عاملاها. وليكن هنعمل مثلا هنقول ايه، نص كيلو رز بسمتي على بواقي الاكل، هيخلي الدنيا معاكي تمام، ومش هيحسوا ان الاكل ده بايت اصلا. خلاص. المهم بقى حبيبتي هنا خلصت كل حاجة، وغسلت الحوض بقى بتاعي من الزفارة، ورتبت الدنيا خالص، مفيش اي حاجة ورايا. طبعا انا هقولك اليوم مثلا بتاعي بيمشي ازاي. بصحى مثلا بدري، طبعا 6:30 كده بمشي. عندي ابن بيروح مدرسة بدري، وابني التاني بيروح بعد الظهر. بمشي ابني اللي هو حسام، يعني بمشيه لمدرسته حوالي 6:30 7 بالظبط بيكون ماشي. ببدأ ان انا بقى ايه، لو يعني قعدت خدت هدنة كده عبال ما افوق، لان انا باخد وقت شوية عبال ما يعني العجلة تشتغل كده. المهم عبال ما امشيه بقعد لي شوية كده، وابدأ اشوف شغلي بقى. خلصت روقت الصالة، وشغلت طبعا الرقية الشرعية على السماعة زي ما انتم شفتوا معايا كده. وروقت الصالة بالانتريه يعني بالريسبشن كده اللي هو دخلة البيت. خلاص سبت الاوض بقى لبعدين. نزلت بقى جبت الفرخة زي ما انتم شفتوا كده بالظبط. خلاص نضفتها ونقعتها ونضفت المطبخ. وكان الوقت ده بقى انا مفطرتش، انا مستنيه حسام بيجي من المدرسة على 11:30 كده. حضرت الفطار، حمرت بيض كده وجابوا فول وفلافل وحتة مخللة كده، وده فطرنا يعني. تمام بستناهم بقى نفطر. وابني التاني مثلا لو بيروح مدرسته او حاجة، وحسام بيفطر وبعمل له حاجة يشربها، وبيروح ايه الدروس بتاعته. خلصت ده كله بقى حبيبتي، ودخلت ايه على الاوض بقى، اللي هو لو وراكي حاجه بقى، وراك حاجه تعمليها طبعا يوم الغسيل، او لو عندك تصبين يعني. لا ده ببدا من بدري ان انا اصبن بمشيهم، وببدا اشغل الغسالة على الغسيل على طول. خلاص. طبعا فرش السراير انا كنت شايلاه، على فكره كان في الوقت ده انا كنت قبلها بيوم كان عندي غسيل، فالغسيل كان على الحبل اصلا على المنشر. فاللي هو مفيش اي حاجه، بصوا الشقه يعتبر ما شاء الله نظيفه، يعني من ترويقه العيد مفيش فيها اي حاجه. اللي هو بقى ايه، طلعت اللحاف اللي هو الفايبر بتاع الاوضه الكبيره دي. لقيت الشمس حلوه قوي بره، خرجته على الحبال كده في البلكونه. ومسكت الفرشه بقى نضفتها، ونفضت المكان يعني السرير، وعدلت الخدادات. ما بحبش اي حاجه ملخبطه مش في مكان. بحبش على فكره كركبه على الكراسي، على الكومودينو، على اي حاجه يعني. مش من عادتي ان انا بفضل حاطه مثلا هدوم كتير، لا.
دايما لما بتكون الحاجة فاضية قدامك كده بتحس ان انت عينك مرتاحة، وبتحس ان انت كده ايه، لا دنيتك حلوة مش مكركبة خلاص. كمية تراب فظيعة فظيعة، يعني عايزة اقول لكم انا نفضت ومسحت قبل المرة دي كذا مرة، يعني مش المرة دي بس، لا والله. المهم حبيبتي، لقيت بقى التسريحة يعني ايه، انا حاطة عليها شوية ايه الحاجات المهمة اللي انا بحتاجها. والولاد طبعا ربنا يبارك في عمرهم يا رب ويحفظهم ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب. ساعات بيجوا يسرحوا بقى بيطرطشوا مية كده على على المراية على الازاز. الجل بتاعهم اللي هم بيستخدموه دوت، ساعات برضو بيبقى يعني الدنيا بتبقى ايه، ملعبكة شوية. المهم قلت بقى لمع الدنيا دي، و امسح برضو الازاز بتاع المراية، عشان لقيته مليان نقط مية كده، طرطيش مية صغيرة من مكان الولاد. فمسكت بقى مسكت الفوطة بقى ونضفته ومسحته حلو جدا، وكمان جبت عندي مساحة للإزاز والرخام، مسكته برضو، مسكت الإزاز لمعته ما يبقاش مطوس معاكي كده. في ناس بتمسحه بقى بورق جرايد، ناس المهم يكون عندك فوطة قطن، أي حاجة بتستخدمها انت الإزاز عشان ما يبقى فيه لمعة كده، استخدمها بتاعتك خلاص. بدأت بقى ايه، شلت كل الحاجات اللي على التسريحة، لمعتها كده ورشيت على الأول عندي بخاخة فيها مية بشوية معطر، اللي هي دي انا بستخدمها في تلميع يعني الرخام، المراية، الحاجات اللي موجودة على التسريحة كده يعني. المهم بعد ما لمعت كل حاجة، عشان ارصهم بقى تاني حلو جدا، ما خليتش بصوا اي حاجة فيها تراب. عايزة اقولك لما بتكون الحاجة قدامك كده نظيفة ورايقة وبتلمع، والله العظيم صدقيني بتلاقي عندك طاقة ايجابية كده، وبتلاقي حاسة نفسك ان انت مرتاحة. انا خرجت من العيد ما شاء الله اللهم بارك، كنت منضفه ومروقه. فالفتره اللي فاتت دي كلها طبعا احنا خارجين بقى من العيد وهلكة العيد وكده، وشغل وكده، فاللي هو مفيش اي طاقه ان انت تعملي حاجه. لا لقيت كل حاجه رايقه، كل حاجه مترتبه في مكانها، فده والله العظيم بيحسسك ان انت لا مرتاحه. يعني اقل تنظيف واقل ترويق بيخلي معاك الدنيا رايقه خلاص. نظمت التسريحة وروقتها وخليتها زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله زي الفل. مسكت الارض بقى كنستها، وجبت المعطر بتاعي. المعطر ده انا جايباه جديد، يعني ريحته نوعا ما كويسة، هو يعني اسمه بلاك، فكنت انا جايباه ايام العيد يعني، فيعني كويس ماشي حاله. بس طبعا مش احسن من الانواع اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، اللي هي ارابيسك وجيكي خلاص. المهم نضفت الدنيا وروقت كل حاجة زي ما انتم شايفين، وخلصت ونزلت بقى الستارة. وبصوا الإزاز بيلمع. كل ما تكون حاجتك نظيفة، عن تجربة والله العظيم، ونصيحة من أخت لأختها، أو يعني أو لو أنا أختك الكبيرة أو أختك الصغيرة زي ما انت بتعتقديني بقى، كل حاجة تاخدها في إيدك حطها في مكانها. انا كنت بعاني وكنت حاسه ان الدنيا كلها مكركبه عليا في حاجه واحده بس، ان انا مثلا كنت اخد الحاجه دي احطها شويه ايه وبعدين اقوم اروقها، طب احط الحاجه دي مثلا مش في مكانها شويه واقوم اعملها. فاللي هو لقيتي تيجي تبصي تلاقي الدنيا كلها تضرب تقلب، الشقه مكركبه، على الرغم ان انت مروقه وعامله كل حاجه. لا، انت مثلا في ايدك كوبايه، وليكن كوبايه، ما تشيلهاش تحطها على الحوض، في ثواني كده اشطفيها بشويه بريل وحطها في مكانها. والله العظيم صدقيني واسمعي كلامي، هتيجي تبص هتلاقي الدنيا رايقه معاكي واحده واحده. كنت بكسل وكنت اقول ايه، طيب انا احط دي عبال ما اعمل دي مش عارفه ايه. لا فعلا النصيحه بتاع لا تؤجل عمل اليوم الى الغد دي، والله بجد يعني هي كلمه صحيحه اقسم بالله. هنا كنت اوريكم منظر ايدي لساعات، قطع سكينه مش عارفه ايه. بصوا هي ست البيت كده يا جماعه، يعني ست البيت بيبان عليها ايدها الشقه، وعلى يعني بيبان ان انت ست بيت، فاهمه ازاي. المهم هنا بقى ايه، خلصت تنظيف الصاله واوضه النوم وروقت كل حاجه وعطرت الشقه، ودخلت على المطبخ. طبعا ده كله بجانب ان انا نزلت لطيوري، شفتهم، حطيت لهم الاكل اللي موجود عندي، روقت كل حاجتي، مشيت ابني لمدرسته. اللي وراه واجب قبل ما يروح المدرسة اكتب واجبك مش عارفة ايه. لازم انت بتبقى عينك في كل مكان، يعني اللي هو انت بتطبخي وبقك ده مش ساكت، لا
اعمل كذا، سوي كذا، كتبت الانجليزي، حفظت العربي، حفظت القرآن، مش عارف. يعني كل شوية عمالة. لو انت ما عملتش كده صدقيني هتلاقي ولادك تاهوا منك وفي حتة تانية خالص. تمام. النهارده بقى كنت عامله لهم في اخر عزومه عند ماما صينيه بطاطس بالفراخ، بس عجبتهم قوي وحبيت ان انا اعملها معاكم، بس المره دي واحده واحده واقول لكم طريقتها بالتفصيل. خلاص. قطعت معايا بطاطس شرايح نفس السمك اللي انا وريتهولكوا ده، وقطعت كده طماطم شرايح برضو مدوره وعليها جزرتين، وقطعت يعني حوالي 4 5 بصلات حلوين، وعملتهم جوليان كده. وتبلت البصل قبل ما اشتغل في البطاطس اصلا قبلها بساعة. خلاص. حطيت عليه بقى معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، شوية بهارات، ومسكت البصل دعكته زي ما انتوا ما شفتوا شكله عامل ازاي. انا اسفة كان جالي مكالمة في الوقت ده، فاللي هو ما عرفتش اوريكم يعني هنعمل ايه ونحط عليه ايه. خلاص. فانا قلت لكم بالتفصيل. سبته بقى جنب كده شوية وركنته على جنب، وحطيت شوية مية على البطاطس على معلقة ملح، وسبتهم على جنب شوية. الكاتل بتاعي طبعا كان بايظ، حطيت الفراخ تتشوح وغليت لها شوية مية في الحلة اللي هي على فكرة هي مش وسخة ولا حاجة، هي اللي لونها الحلة دي صاج. فمش فاكرة يوم ما انا عملت فيها ايه مرضتش تنضف خالص، يعني قعدت عملت فيها بقى المستحيل. خلاص هي خدت على اللون ده ومرضتش قلبها مرضاش يفتح تاني. واكيد لو عندك حلة صاج اكيد عندك نفس المشكلة اللي عندي. المهم حبيبتي حمرت بقى شويه شعريه وعملت الرز، علشان انا عندي حسام اي وقت يجي يقولك انا جعان. اللي هو لو عندك طفل صغير او حد صغير مش هيستنى الوقت لما انت تخلصي اكلك، لا دايما خليكي عامله حسابك ان مثلا لو في طفل هتاكليه بدري عنكوا شويه. خلاص. الشوربه ما شلتش منها ريم ولا اي حاجه، لا انا سبتها اول ما غلت شويه هتظبط معايا دلوقتي، والبياض او الريم اللي عليها ده هيروح لوحده. انا سبتها شويه مش عارفه هي عملت معايا اول مره تحصل، بس انا عامه ما بحبش حله الصاج دي اشتغل فيها خالص. حطيت عقد الرز عليه بقى، وزي ما انتوا شايفين نزلت بقى البصل على الطماطم على البطاطس، وجبت ليمونه كده وقطعتها شرايح رقيقه جدا، وحطيت عليهم كمان شويه بهارات وبشره من جوز الطيب. تمام. فردتهم بقى في صينيه عندي. وهنا الفراخ بتاعتي اعتبر استوت. بصوا ناقصه حوالي ربع ساعه بس سوا كده 10 دقايق، يعني اللي هي استوت سوا كامل في الشوربه بتاعتها. لو انت بقى ما بتحبيش، يعني ولادك ما بيحبوش شوربه او مش عايزه شوربه، استغني عنها واعملي الحركه دي من الالف للياء، ودخلي الصينيه بتاعتك في الفرن، بس زودي نسبه السوائل فيها شويه هتطلع معاكي في منتهى الجمال. بس انا بحتاج طبعا الشوربه، ساعات بعمل مثلا طبق ملوخيه، ابني الصغير بيحب الشوربه تبقى مثلا لسان العصفور، فببقى عايزه اعمل. انت بقى مش حابه حبيبتي اعملي بالطريقه اللي تريح. دي طريقه سهله قوي قوي وبسيطه، فحبيت اعرفك انا بعملها ازاي. عندي هنا معلقه صلصه واحده عشان احمر بيها وش الفراخ من فوق. تمام. لون الشوربه ما كانش عاجبني، كان فاتح، انا ولادي بيحبوا الشوربه مغمقيه شويه. خلاص. قلت اعمل لهم كده شويه شوربه لسان عصفور. حمرت كده شويه من لسان العصفور ونزلت عليه، صفيت عليه بقيه الشوربه اللي موجوده عندي. انا لازم بطبخ اي حاجه بعملها واصفي الشوربه علشان اغليها وتاني يوم ما تحمضش او حاجه. تمام. حطيت بقى الفراخ بتاعتي على العين على البوتاجاز من فوق، يعني ما دخلتهاش الفرن، لا حطيتها على البوتاجاز استوت سوا تام. وبعد كده دخلتها اخدت لون زي ما انتم شايفين بالطعامة والجمال ده. خلاص. وهنا بقى كان الشوربة بتاعتي بسم الله ما شاء الله استوت، وكمان لونها يعني حسيت ان لونها لا قفل شوية ما بقاش فاتح قوي كده. وحضرت لهم بقى الاكل. طلعت طبق مخلل، على فكرة المخلل ده انا اللي عاملاه برضو من الالف للياء، كنت عاملاه مرة معاكم في رمضان، فده والله مخلل رمضان اكلنا منه. وكنت انا عاملة كده عاينة مثلا بولة كده في التلاجة ومطلعة واحدة بره بناكل منه. حلو جدا بسم الله ما شاء الله. وعايزة اقول لكم البطاطس مستوية ودايبة دوب، وكمان طعم الاكل يفتح النفس. ممكن الاكل اللي هيفيد ده بقى تاني يوم اعمل عليه كده طبق بسلة صغنن، طبق لوبيا صغنن،
ازود معاه حاجة بسيطة، بطاطسية محمرة مش عارفة ايه، هيكفيني يوم وتاني يوم. ونسيت طبعا اقولك ان انا شلت من الفرخة كمان صدر ونص، فعينتهم في الفريزر، هعدي حوالي يومين او حاجة واخرجهم تاني اعملهم مشويين بعيش بقى وسلطة وطحينة، ويبقى انا كده الفرخة الواحدة كفتني حوالي 3 وجبات او 4. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الاكل يفتح النفس، واكل دسم كده ويقوي الولاد ويديلهم ويرم عظمهم. ف يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومة بس صغيرة. استنوني في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.